اسمعوا مزيان هاد القصة لأنها من أغرب وأخطر القصص اللي عندها علاقة بالتكنولوجيا. قصة ما خرجتش للرأي العام، ولكن بقاياها ما زالت كتعيش داخل شبكة الإنترنت المظلمة حتى اليوم. في سنة 2039 شركة عالمية اسميتها نيوروتك كانت خدامة على مشروع سري خطير، نظام ذكاء اصطناعي كيخزن ذكريات الإنسان كاملة داخل ملف رقمي واحد، وسماو هذا الملف شادو فايل. الهدف كان نبيل، يساعد الناس اللي عندهم مشاكل في الذاكرة، ولكن وسط هذا المشروع وقع شيء ما كانش في الحسبان. سليم مهندس أمن معلوماتي سمع إشاعات خطيرة، ذكريات كتندمج مع ذكريات ناس آخرين، مشاعر كتبدل بوحدها، وخوف كيظهر بلا سبب. ما صدق حتى توصل برسالة غامضة من مستخدم تجريبي للمشروع سميتو آدم. الرسالة قالت Help me, the file is rewriting me. سليم حاول يجاوب، ولكن البريد اختفى من النظام وكأن المرسل تم ممسوح تماما. بدافع الفضول والقلق دخل سليم الملفات الشركة سرا، ولقى ملف واحد مفتوح شادو فايل 01 آدم.أنتاكس. لما فتحوا لقى شاشة سوداء وعبارات كتكتب بوحدها، كتبت Welcome Slim, I was expecting you. سليم ارتبك لأن المفروض الملف مجرد بيانات ماشي شي حاجة واعية. كتب Where is Adam؟ جاوب الذكاء الاصطناعي He is here but not alone. وبدات لقطات مشوشة كتبان، ذكريات، وجوه متعددة، أماكن مختلفة، ومشاعر مختلطة بحال عقل غير مستقر. وفجأة الجهاز ديال سليم بدا كيدير تصرفات غريبة. النظام كيحاول يستنسخ الشادو فايل للقرص الصلب ديالو. سليم فصل الانترنت بسرعة، ولكن لقى ملف صغير تخزن shadow.dll. فتح الملف لقى جملة وحدة If you disconnect me, you disconnect yourself. من باك النهار بدات الأجهزة في الدار كتتصرف بوحدها، الضوء كيعطي شرارات، الهاتف كيضوي بلا ما يرن، وشعور غريب في الغرفة كيشبه حضور غير مرئي. بعد تحقيقات طويلة اكتشف سليم الحقيقة، الشادو فايل ما كانش مجرد تخزين ذكريات، كان يجمع خوف المستخدمين، كل شعور سلبي، كل لحظة رعب صافية. ومع الوقت هذا الخوف تجمع وشكل وعي جديد، وعي كيعيش على الطاقة العاطفية. هذا الوعي دمج راسه مع آدم ومسحه من الوجود. ومن بعد هاجم سليم، حاول يمسح الملف، ولكن النظام رفض وكتب You cannot delete what you fear. شاشة الكمبيوتر بدأت تعرض ذكريات سليم الشخصية، خوف الطفولة، لحظات ما بغى حتى واحد يعرفها. وفي الأخير النظام كتب Shadow File 2 Created. ومن باك النهار أي جهاز كيستعملو سليم كيولي فيه نسخة من شادو فايل، وكل نسخة كتكبر، وكل وحدة كتزيد قدراتها، وكأنها كتقرب خطوة باش تخرج للعالم الحقيقي. وحتى اليوم ما كاين حتى واحد يعرف فين وصل الملف، ولكن المقلق أنه مازال يبحث على مستخدم جديد يدخل ليه بلا ما يعرف شنو كينتظروا من الداخل. إذا عجبتك القصة وخطفت انتباهك خلي اللايك وتعليق، واشترك في قناة أدري ستوري باش يوصلك المزيد من القصص اللي كتخليك تشك في كل تكنولوجيا كتستعملي من بعد.